ان شاء الله كلنا ونجيب قدامى وحفا كلهم في النادي ونقعد قعده كويسه كده ان شاء الله، نجمع التاريخ الجميل ده ان شاء الله ويبقى لنا ذكريات حلوه معاه ان شاء الله. انا ليا بس تعليق. قول اللي انت عايزه. ندو حافه انا كنت صغير، كنت بروح مع الكابتن عشان اتفرج على التمرين كده او اتفرج على الماتشات. ندو حافه كانت الكره بتاعته في الوقت ده مختلفه عن الانديه كلها. اللي انت بتشوفه دلوقتي اللي هو التحضير وكده كانت حافه بتعمله وهما بيلعبوا في الدرجه اللي تحت خالص. كانت فرقه عاليه قوي 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 قوي. مين المدرب؟ هو كابتن حمامه. الكابتن حمامه. قصدك على بناء الهجمه من تحت. بناء الهجمه من تحت والكره اللي هي على الارض ما كانوش بيلعبوا طويل. اللي بتتعمل دلوقتي الكره اللي بيتعمل دلوقتي هم كانوا بيعملوها. شفت في فرق توقيت قد ايه او فرق وقت قد ايه؟ فرق وقت قد ايه؟ وفرقه زي دي كانت بتلعب الكره اللي هي من تحت، بينقلوا كوره ابني هجمتك من تحت اللي جوارديولا بيعملها. اللي هم الحكام كانوا بيبقى مبسوط ان هو مثلا بيحكم للفرقه اللي هي بتاعت حافه. خدت بالك انت؟ كره نظيفه، كره جميله، خصوصا على استاد طنطا. طبعا ارضيه الاستاد زمان كانت حلوه، كانت جميله جدا، وارضيه النادي كانت جميله جدا. اذا كان فرعي او رئيسي كانت جميله جدا. وهم كانوا بيلعبوا على الملعب الرئيسي. وكانوا بيصعدهم كل سنه يصعدهم وايه بيترفض الصعود بتاعهم لعدم وجود ملعب. ده اللي كان سيد اياميها. لا وما كانش فيه ضغط نظيفه اللي بتريح الحكم يدير المباراه، بتريح النادي وبتريح اللعيبه. ايوه حافه نادي عريق من زمان. طبعا، ويعتبر مصنع تفريغ لجميع. كابتن سمير عطا من نجوم محل تروح. الله يخليك. خبير جميل وجاي مشرفنا النهارده. الله يخليك يا كابتن، عشان خاطر في تكريم الكابتن صبحي. الله يخليك يا كابتن، انت نورتنا وشرفتنا وكلام جميل اللي انت بتقوله وربنا يبارك فيك. انا والله الحمد لله انا لعبت منتخب قوى الجويه، لعبت اتحاد اقليمي غربيه الحمد لله. طبعا كنت متابع جميع الانديه، والكابتن صبحي طبعا يعتبر يعني هقول ايه شيخ الملاعب كلها. لا ولسه شباب وربنا يديله الصحه طبعا كلاعب وكمدرب وكابتن سيد. طبعا كل الناس والله ناس محترمه جدا. وانا يعني ليا الشرف ان اكون برضو في اكاديميه الكابتن حماده النهارده عشان ابارك له على الافتتاح الثاني بعد اكاديميه طلعت الشتي. ربنا يوفقه يا رب ويطلع اجيال احنا نشوفها، اجيال محترمه لاعيبه كوره صح، مش اللي احنا بنشوفه دلوقتي. ان في بعض من الاكاديميات بيعتبروها سبوبه وبيعملوها مصلحه وهم مش فاهمين اصلا يعني ايه تدريب ولا ايه اداره ولا ايه مدير فني. المهم ان هو معاه قرشين عايز يعمل ملعب ويطلع منه ايه فلوس. لكن الناس اللي انا في وسطها دي لا، ناس بتلعب كوره وتعلمنا منها كوره للكوره. مش عايز اقول لكم يا جماعه والله الكابتن صبحي الناس دي كانت بتدفع من جيبها. الناس دي كانت بتدفع فلوس عشان تلعب. لان الناس دي هاويه، الناس دي مش جايه تاخد فلوس، لا الناس دي كانت هاويه حبا بتدفع حبا للكوره. وربنا يديك الصحه كابتن صبحي والله شرفنا معاك. حبيبي يا كابتن سمير اتشرفنا بيك وكابتن صبحي اتشرف بيك وصفحه الزمن الجميل اتشرفت بيك. ربنا يخليك يا كابتن سمير، ربنا يخليك كابتن علي. حبيبي يا كابتن علي التاريخ بتاعنا الجميل الكابتن علي. عايز تقول حاجه كابتن صبحي؟ عايز تقول حاجه ثانيه؟ في نقطه عايز اتفضل. حافه جت في وقت كانت بتلعب كوره عاليه جدا. ايوه اداء راقي. انا عاصرتهم يا كابتن لانهم كانوا بيلعبوا قصادنا سنه 89. وشوف بقى العكس، كانت طنطا وقتها نازله يعني كانت العمليه معاها مش جماهير طنطا بقت تيجي تشجع حافه. ويقعدوا في المدرجات ويروحوا لطنطا. خدت بالك طنطا تتغلب او يشتموهم يقولوا لهم شوفوا حافه اللي بيصرفوا من جيوبهم بيلعبوا احسن منكم وبيفوزوا وبتاع. خدت بالك واحنا يعني والحمد لله ونشكر ربنا على الصحه. الحمد لله. الكره معموره بتهنى حضرتك باليوم الجميل ده ابو كباتن كابتن صبحي. الكابتن سيد برضو الكره معموره بتهنى حضرتك
الف الف مبروك على التكريم النهارده، والكابتن سمير منورنا النهارده. ربنا يخليك يا كابتن. منورنا النهارده على صفحه الكوره معموره. الله يكرمك. الكابتن علي حبيب الكل، والله يا حبيب الكل يا كابتن علي، ربنا يكرمك ويبارك فيك. متشكرين على اللقاء الجميل ده. متشكرين شكرا يا كابتن. شكرا حبيبي يا كابتن.